بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن. اللهم امين يا رب العالمين. سامحوني على تأخيري في الفيديوهات، والله التليفون عطلان فعلا. بس يعني لو التصوير مش الإضاءة مش كويسة، معلش اعذروني. فعلا التليفون الإضاءة بتاعته بايظة فبصلح فيه. النهارده معانا محشي الكرنب الجامد الخطير، وهو الكنج بتاع المحشيات. فعلا ما تاكليش غير المحشي الكرنب، وده وقته، وبتعمليه بتكات وتركات بيطلع معاكوا تحفة. واحنا عارفين ان احنا الشتاء داخل علينا، فلازم بنعمل محشيات، واهم حاجة محشي الكرنب اللي بيطلع خطير وبالتسوية المظبوطة وباللون التحفة ده اللي انت تاكليه وانت فعلا وانت مبسوطة انك عاملاه بايدك وبنظافة وجودة أعلى. وفعلا بصي، واحدة واحدة، يعني مش لاسق في بعض، فاكك من بعضه. كل واحدة يعني مستغنية عن أختها، كل واحدة لوحديها. الرز مفلفل، الطعم خطير. تعالوا نسمي ونصلي على الرسول، ما تبخلوش علينا في البداية بتشتركوا لنا لايك في القناة، وتدوسوا لنا كومنت، وتنزلوا لنا بتعليق حلو من ايدكم. معايا نص كيلو من البصل زي ما انتم شايفين. باعمله طبعًا بمعلقة سمنة، وباحط فيه معلقة دهنة كنت عاملاها مسيحاها، واحط البصلة كده واحمرها، واديها تحميرة حلوة كده لحد ما تحمر وتبقى معايا لون ذهبي خالص. وبعد كده اجيب عصير الطماطم الفريش اللي معاي، واضيف عصير الطماطم، وبعد التسبيك اسيبها مع نفسها. احط لها معلقة سكر، معلقة صغيرة، يعني معلقة شاي صغيرة حطيها سكر، وقلبيهم وسيبيها تعيش مع نفسها لحد ما تتسبك. وبمعلقة السكر دي فعلا بتسويلك التسبيكة بتاعة الكرنب، بتخليها تحفة. بعد كده معانا الخضرة بتاعتنا غسلناها زي ما انتم شايفين، التسبيكة لونها تحفة خطيرة. وبعد كده الخضرة نجيها وقطعيها. وبعد كده هاتي الرز بتاعك واغسليه وصفيه. وبعد ما غسلت الرز وصفيته والكزبرة قطعتها، جيبي الكرنبة بتاعتي في حلة غويطة كده، أكبر حلة عنديكي هاتيها، حطي لها ملح ونص معلقة كمون، وانزلي لي بالكرنباية. عارفين الكرنب دلوقتي احنا فيه كبير وفيه صغير، هاتي الصغير بيبقى مليان فعلا، وبيبقى ورقه حلو خالص. وادخلي بيها وغطسيها في الحلة، واسبيها كده لمدة لمدة دقايق. يعني ما تطوليش في السلق بتاع الكرنب، لان الورق ده ما بيقعدش او ما بيستحملش ميه، غليان كتير. حطينا الرز على الدمعة اللي احنا سبكناها زي ما انتوا شفتها في البداية. وبعد كده هنزل بالخضرة، ومعاكي يا ست الكل فلفل اسود مطحون حطي، معاكي نص معلقة كمون حطي. بصي انا ما بضيفش اي حاجة تاني، ومعلقة السمنة داخل التوابل اللي احنا حطيناها. وبس كده كفاية. حطينا كزبرة وشبت، وحطينا كمون مطحون، ونص معلقة كزبرة برضو مطحونة، وفلفل أسود والشطة على حسب الرغبة براحتك. أقلب الخلطة بتاعتي وأحط لها معلقة سمنة كده في الآخر خالص، علشان الرز يبقى معاكي فاكك وانت بتحشي الصباع. وبعد كده بيبقى معاكي من جوه كل رزاية، أو كل رزاية حبة بحبة من جوه مفلفلة معاكي. هنقلب كده الخليط مع بعضيه، ونخلي كله يشرب الدمعة مع بعض. وبعد كده يا ستي الكل هاتيلي بقى الكرنب بتاعك، قطعيه زي ما انت عايزة، كبير صغير براحتك. انا صراحة بعمله كده واحدة واحدة بالراحة، وبعمله طبعا بالحجم اللي انت تختاري. انا عملته كبير شوية، بس انا كنت مستعجلة فعلا وعملته بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما حشيت الكرنب كله زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي، باخده كده بعمله كوم وبصفيه، بحاول اصفيه من المية علشان الرز ما يبوشش معاكي من كتر المية اللي بتدخله، وعلشان يبقى تحطي الشوربة، وبتبقى تحطي كمية المية تبقى معاكي، او الشوربة بتبقى مظبوطة. لكن لو هو بيشرب مية معاكي وتسيبيه ميته، فانت بتحطي شوربة بتحطي شوربة زي ما انت يعني شايفة. وبعد كده بيبقى بيشرب مية وشوربة كتير فبيبوش معاكي. فحطيه كده وحاولي صفيه. انت كل ما بتلفي الصباع بينزل مية، فحاولي يعني
صفيه حطيه على مصفاية، حطيه على أي حاجة هيصفي ميته. هتحسيه ناشف كده، ما فيش غير إيه الورق بتاع الكرنب والخلطة بتاعتك وبس كده وتمام. نرص كده زي ما انتوا شايفين، ويعني زي ما انت عايزة. وبعد كده هاتيلي شوية شوربة كده سخنيهم، وبعد التسخين حطيلي على وش ايه، وش الكرنب، انزلي بالشوربة زي ما انتوا شايفين كده. معلش انا اسفة يعني فعلا على الاضاءة. فحطيت شوربة وحطيت معاهم غطا بتاع يعني ايه ورقة كرومبة كاملة وغطيتها. وبعد التسوية زي ما انتوا شايفين بحط معلقة سمنة على الوش وبالسيح، وبعد كده بصبر عليها لمدة مثلا 5 دقايق واسيبها مع نفسها. وبعد كده اروح اجيب الكرومب بتاعي واحط كده الخطير ده، حطيه واغرفي وكلي وانت مغمضة عينك. فعلا تحفة، خطير الطعم لا يغنى يعني عنه، الكينج بتاع المحشيات وهو محشي الكرنب. لو متفقين معايا انه هو الكينج بتاع المحشيات، اضغطوا لنا لايك واشتركوا لنا في القناة، وانزلوا لنا بكومنتاتكم الحلوة من ايدكم. وشكرا والى اللقاء.